كتير قلنا ما تاخدوش جيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ان هي المنتخبات اللي مفيش منها اتنين. كتير قلنا ان يا جماعة مش ده المنتخب. كتير قلنا ان ده المجموعة دي هي جت كده صدفة، هي جت حظ. طب هل هو في لعب اصلا؟ لا مفيش. طب هل هو في اداء؟ لا مفيش. طب يا باشا هل دول اصلا منتخبات يلعبوا مع المنتخب؟ ما يخلوش المنتخب يطلع الاول على المجموعة، ده يطلع يا باشا الاول باكتساح. وقلنا برضو ان مصر لو لعبت اي منتخب من A1 من A1 احنا مش هنكون موجودين، احنا مش هنظهر، احنا مش هنبان. كتير قلنا برضو كده، والناس طلعوا قالوا لنا يا كابتن يا جماعه بلاش الكلام على المنتخب، انتوا بتهدوا المنتخب، انتوا بتعملوا ايه؟ لا لا احنا بنهدش. انت اللي عاوز تسمع ان المنتخب احسن حاجه، انت عاوز تسمع ان المنتخب مفيش منه اتنين، انت عاوز تسمع ده. نقول حاجه غلط ولا بنقول حاجه عيب؟ احنا بنقول الصح اللي احنا شايفينه بعينينا، ان المجموعه بتاعت مصر في تصفيات كاس العالم مش هي المجموعه اللي احسن حاجه، وان مصر كانت تطلع باكتساح. غينيا بيساو وجيبوتي وبوركينا فاسو كلام فاضي بالنسبه لنا. بس احنا قلنا ان ده مش لعب مصر، ان مفيش هجمه، ان مفيش لعبه، ان مفيش استحواذ، ان مفيش كوره، ان في تهليل زعيق. باللي احنا شفناه يا مؤمن مفيش لعبه سليمه، يا مؤمن مفيش حاجه صح. انت اللي حابب تسمع كده. واول ما مصر لعبت امبارح مع اوزبكستان قسما بالله احنا ظهرنا، احنا يا جماعه ظهرنا. يا جماعه قلنا كتير يا جماعه المنتخب مش عاوز يلعب البرازيل ليه؟ قالوا لا ما هو مش هينفع يلعب البرازيل اصلا، هو احنا داخلين على بطوله افريقيا، فالمفروض المنتخب يلعب مع منتخبات افريقيه، ما ينفعلوش يلعب مع منتخبات اوروبيه. امال تونس يا فندم هتلعب مع مين يوم الثلاث الجاي ده يا فندم؟ تونس هتلعب مع البرازيل يا فندم يوم الثلاث الجاي. قلنا ان المغرب هتلعب قدام الارجنتين واسبانيا. ايه يا جدعان في ايه؟ ايه يا جدعان مالكم؟ هو انتوا بتشوفوا بعين ايه بالظبط؟ مش ده المنتخب. مفيش اداء، مفيش لعب، مفيش استحواذ، مفيش حاجه خالص.